بس ابو عادل شنو اكثر سياره شفت الكواليتي مال الماتيريال داخل ممتاز حتى لو قديمه اكثر شيء روز رايز، اكثر شيء روز رايز احسن كواليتي، احسن شيء كواليتي روز رايز من ايام يقدر قبل. جدد كل شيء مال هو. والصيني شنو يعني شلون الكواليتي مال السيارات الصيني الصينيه؟ كواليتي اعطاك اياه بدون كلام خلي ولي تك مالت النابا اللي قاعد تسولف عنها قبل شوي. السيارات لا النابه لحظه الان نسمع يقول لك الصيني جلود نابه جلد نابه هذا افضل شيء نابه. ابو عادل في سيارات يتلك من الوكاله وتدري ان تنجيدها هذا مو مال وكاله مثلا مو مال مصنع عفوا. شنو الفرق اذا حطيت جلد صناعي وجلد طبيعي؟ جلد طبيعي في كواليتي مال هو بالحراره ما يصير هار بالشمس. داخل الكويت جو هار نار. في سيارات داخليتها حلوه بس ما يندرى عن جودتها. لكن تقصدون الصيني؟ حياكم الله في حلقة جديدة من بودكاست شارع الخليج، واليوم ويانا ضيف مميز من أقدم الناس في الكويت في تنجيد السيارات. ويانا إحسان أبو عادل، حياك الله. سولف لنا شوي عن أول شيء متى فتحت بالكويت أول مرة؟ أول مرة أنا يجي بال65 مع والد كان موجود بالستينات. ما شاء الله. ستينات يعني الحين صار لك كم سنة تقريبا؟ 60 سنة. 60 سنة بتنجيد السيارات بالكويت. أيوه. وقتها أتوقع بالخليج دول الخليج ما كان في تنجيد يعني محلات عادية كلش. ما شاء الله. طبعا في رابط معنوي بيني وبين إحسان. أنا أول ما بلشت صح السيارة اللي سويناها الشروكي، المتابعين اللي يعرفونا من البداية، الشروكي اللي سويناه وسوينا عليه سحب ورباحه أحد المتابعين أبو عادل كان هو اللي مسوي لنا إياه وسوى لنا الداخلية مثل ما أنتم شايفين. ايش رايكم نسولف عن جودة السيارات من السيارات الجديدة؟ أنا يهمني كثير الموضوع الجودة ومن الجودة، لأن عندنا في السعودية أنت عارف السوق السعودي كبير في موضوع التنجيد، وعندنا يمكن ما بقول لك حي كامل بس تقريبا منطقة كذا تنجيد فيها بحر. بس خلينا نسولف أول شيء عن الجودة مال السيارات اللي جاية من المصنع. أي بالعكس خلينا نسولف. شوف أنا أشوف إن السيارات اللي جاية الحين جديدة أغلبها شكليا حلوة، يعني شلون يعني كاتشي على قولتهم، يعني تبهرك اول ما تشوفها تطالع داخليه بس شكل. واو الداخل. انا اتكلم داخليه كشكل، انا ما قاعد اطق السيارات ولا قاعد اقول شيء. انتم دائما تطلعوني بصوره ان انا ضد لا بس لما تشوف شكلها حلو، بس لما تستخدم او مجرد ما انك تقعد داخل سياره ما يجيك احساس السيارات الاوليه بجوده المواد المستخدمه داخل. وفي شغله ثانيه وايد ناس يحطونها ببالهم انه تنجيد السيارات عبارة عن تنجيد الكشنات فقط. هذه الفكرة اللي ماخذينها ببالهم. أنا واحد من الناس قبل كنت حاط ببالي إنه تنجيد السيارات يعني كشنات، لبس كشنات، فسخ كشنات، حط جلد كشنات، طرز كشنات، بس كشنات. طلع الموضوع وايد أكبر. راح ندش بتفاصيله، بس خلينا نشوف أبو عادل شنو رأيه السيارات الجديدة، شلون جودة المواد؟ نفس قبل أحسن الحين أحسن؟ قبل أحسن شيء. الحين مواد مالها كلش عادي، بلاستيك، ديكورات، كراسي، يعني مو يقدر يستعمل 4-5 سنة خلاص. السيارات القديم يعني على عمر ماله 40 سنة 50 سنة ما في شيء يقدر يجدد، بس السيارات الحين ما يقدر يجدد انت بعد شمس خلاص. حتى السيارات الفخمة يعني السيارات الغالية، السيارات نفس اول كان روز رايز بالايد يشتغل داخل ديكورات ماله خشب كل شيء، والحين شوف انت كله بلاستيك مو نفسه هو. الحين جيب سيارات ستينات روز رايز يقدر يضبط. اي صح. بس ابو عادل شنو اكثر سياره شفت الكواليتي مال الماتيريال داخل ممتاز حتى لو قديمه اكثر شيء روز رايز. اكثر شيء روز رايز احسن كواليتي. احسن شيء كواليتي روز رايز من ايام قبل. يقدر يجدد كل شيء ماله هو، ديكورات، سقف، يقدر نجد ما في شيء. جلد طبيعي يجي كامل حلو. باقي سيارات امريكي فيه بس ما يقدر انت تضبط 100%. روز رايز لا 100%. إذا شنو سيارة جديدة
كواليتي داخليتها تحسها زين من المصنع وكاله كذي؟ شنو السياره يعني تحس الكواليتي زين مالها؟ والله الحين كواليتي كلهم كل سياره ما في كواليتي. طبعا انت شايف انت كل السيارات لان يعني ما يحتاج اقول احسان هو مو واحد من اكبر الشركات تنجيد بالكويت، هو اكبر اتوقع اكبر شركه تنجيد وتعديل السيارات من داخل، من تنجيد، من ديكورات، من تطريز، من صبغ، من خشب، من الأكبر والأقدم، من كل شيء. الاكبر والاقدم والاخبر، ايوه بالضبط. فعشان كذي الحين لما قاعد نتكلم على السيارات القديمه والسيارات الجديده صدق يعني احساسي طلع صح مثل ما انت قاعد تقول. يعني انت قاعد تشوف بايدك، عفوا قاعد تشوف بعينك وقاعد تجرب بايدك، قاعد تشوف سيارات وموادها شلون قاعد تصير. شوف الحين بورش انت شوف قديم كريرا الحين سعر ماله خيالي صار شنو زين. اول ما يسوي 20,000 الحين ممكن 100,000 سعر النظيف. صح. ليش؟ قوه كواليتي ماله غير داخل يقدر تجدد انت من داخل. الناس كلها تجدد بورشات سيارات قديمه مرسيدسات في كواليتي هو اسوء مو عليه مدى طيب. جديد كله بلاستيك عادي ما في شيء. فوق ديكور واحد مره ثاني مره ما يقدر تركيب. اوكي زين. والصيني شنو يعني شلون الكواليتي مال السيارات الصينيه؟ صيني كواليتي اعطاك اياه بدون كلام. خلي ولي. لا ضيق خلقنا نبي صدق يعني صدق انت شنو الحين ما تشوف في بالصين هذا ممكن بعد 5 سنة 10 سنة نمبر 1 يصير. اوكي بس الحين شكل ماله حلو جلد مو ديكورات يقدر فوق تركيب مصيبة وايد مو سهل. لبسات ماله هو كله عادي كسر على طول. اوكي كراسي يعني ماله هو مو مزبوط ديكورات انت شوف قطع ماله هو مو عملي. يعني انا الحلقه الماضيه قاعد احاول اقول الصيني كويس، الحين جاي بغير راي بصف في صفك انا. هو لا مو لا صافي شوف قول جملتك مالت النابا اللي قاعد تسولف عنها قبل شوي. السيارات لا النابه لحظه الان نسمع يقول لك الصيني جلود نابه جلد نابه هذا افضل شيء نابه يعني جلد طبيعي. نابا جلد صادة اقول نابا عارف جلد طبيعي يعني مو شيء مميز. يجي نابا صادة بس اسم مال هو نابا يعني مو طبيعي. مو طبيعي نابا اقول نابا وصف. نابا وصف. انا دائما شرح لنا ودانا فوق ورانا جلود قبل شوي قال النابا وصف انه ناعم بس ما في شيء ما في نقشات ولا في شيء. نقشات ما في هذا النابا. شلون يجي شمو قنطارة الشمو ولا الكنتارة يعني في شمو هو بس اسم مال الشركة قنطارة درجة أولى. في شمو صيني في شمو امريكي كل واحد في كواليتي بس اسنشال يعني كواليتي قنطارة مو اي شيء ما تقول كنتارة. الكنتارة شركة هو الناس تقول كل شيء مسموه الكنتارة حق اللي يصورون سيارات. ها فاحنا نقول شمواه. الناس كلها صايره تقول الكنتارة. في يقول شمو في يقول كنتارة بكنتارة بس ما يعرف كنتارة شنو كنتارة. الشركة هو اسم كنتارة. هو الصح شموه يعني لما تصور سيارة مرة ثانية. انا اقول مخمل. لا مخمل غير وشمواه غير. اطلع خلاص يا ولد حرق لا صدق لا المخمل غير والشمواه غير. هذا يبي له درس من اول. في شيء يمك. ايوه هذا كنتارة صح. الحين متر تقريبا 45 دينار. في صيني متر 5 دنانير. اي بالضبط. في لان فرق هذا والدي. ابو عادل مرات انا اشوف مرات انا اشوف في محلات تسوي تنجيد حق السيارات بس بصراحه يختلف سعر وايد. يعني لما انا اجيب لك سياره هني اقول لك مثلا بس كشنات انا بلبسهم جلد ابيك تسوي لي اياهم. مثلا سيارتي من الوكاله يجي جلد بس انا جايبها مخمل ابيك تسوي لي اياها جلد. تعطيني سعر بعدين لما اروح مثلا اماكن عندنا بالكويت بشارع الزينه ولا اي مكان سعر وايد فرق فيفرق بسعر المتر او بالمواد. كواليتي فرق مواد عمال اول شيء عمال في فرق في فينشنج مال هو لازم في فرق. الفينش انا بالنسبه لي فينشنج مال تبي رجع نفسي اصلي لازم تشيل تلبيس قديم. خياط ماله ماكينه فرق خياط. هذا راح نتكلم عنه بعد. المكاين خيط ماله خيط ماله غير. في خيط دينار في خيط 15 دينار والله خير. المشكله الحين كثير محلات تروح يقول لك هذا اصلي والله اصلي ويبيعك بسعر الاصلي وهو مو اصلي. هذا طيب انا كيف اعرف ايش الاصلي؟ هذا شنو؟ خليني اسوي لك اختبار. سوي لك انا عاد مو خبره عاد. هذا جلد طبيعي. خبره انت. لا خلينا نشوف اختبار. هذا نابا اقول ساده. هذا نابا. هذا نابا يعني ساده بس. ايوه طبيعي ولا خلاص تعلمت الدرس. جلد ما عليك. نابا طبيعي ولا صناعي؟ هذا واضح انه صناعي. لا طبيعي. والله لا تفهم شيء. هذا طبيعي ترى مو عيب تقول ما اعرف عادي يعني. لا بس لازم اجاوب. هذا اللي عكس النابا الخشن. ابو علوة انت تحب الناعم ولا هذا اللي كذي؟
لا الخشن. انا نفسك صدق. ايه انا أحب مع انه بسيارات نفس بي ام دبليو مثلا شوف بالله اذا مو يعني اذا ماخذ 7 سيريس وكذي ما يكون كذي، يكون رود رايز نابة. كلها إيه، جنابه. اوكي. لما رود رايز تاخذ بورش كلها جنابه. كلها نابا كلها نابه. يا اخي مرسيدسات جنابه عليهم. هذا واضح انه طبيعي هذا. إيه. الله يعني عليك. خبره علينا. الله عليك احييك. زين ابو عادل، في سيارات يتلك من الوكاله وتدري ان تنجيدها هذا مو مال وكاله، مثلا مو مال مصنع عفوا، يعني يكون منجد داخل وكاله، مغيرينه داخل لا وكاله. ما يغير. داخل الكويت ما يغير. داخل الكويت ما ما يغيرون. يغير الا يجي اصلي كله داخل الكويت. حلو اوكي. أي. بس في ناس مثلا تاخذ سياره من الوكاله تجيب لك اياها مني جيب هنا باصفار. نجد مشان بيغير لون. حلو. ما يعجبك لون، هو يعني قماش ما يعجبك، جلد ما يعجبك، في لون يجي اسود، في بيج ما يبي انا ابي هالشكل غير. والله انا شفت عنده سيارات جديده، رولز رويز ورولز روفر وكل شيء. حتى جديدة. روز رويز فندر يغيرون. روز رايز زي كله غير. ورنجات وكذي إيه. يعني سيارات غاليه ولا رخيصه كله يجي كله غير. اصفار تيلا والله انا شفتهم كلهم- بعيني إيه، يعني. رولز كلهم- رويز شفته مسوي برتقالي مره من داخل. شوف انا احس انه السيارات القديمه هي اصعب سيارات ممكن تشتغل عليها. الخياطه اللي فيها شغل يدوي. إيه. انا اشوف ما شاء الله عنده هنا سيارات كلاسيك قديمه كلاسيك في شغل وايد اكثر من أي. جديد. زين بس ما تخافون من الشغل بالسيارات القديمه عشان ديكوراتها قديمه؟ لا. كلبساتها قديمه، طاقتها شمس مثلا. عندي انا عمال 30 سنه 40 سنه في خبره ما شاء الله. إيه. مو عمال جديد ما يعرف سيارات قديمه. عنده حل اذا انكسر شيء يسويه. كله زبط ديكورات كل شيء زبط. عندك حتى الاخشاب. اوكي. خشب سألته خشب قبل شوي مال وداني هو، داخل. سيارات كله غير. يعني حتى الخشب اللي انا واحد من الناس يمكن بسياراتي مره واحده غيرت سكان مال إيه. سياره لان من فوق وين انا امسك يصير خراب دائما. ايوه اخترب. فبس بدلته وما كنت ادري عنه. هو الحين ما يجي خشب، اول سيارات روز رايز كان يجي إيه. خشب اصلي. لا مو الحين خشب. كل سيارات ما في خشب. صح. ربل الحين. هذا كله فيفر يجي فوق فيلم بس عادي، بس ما في شيء، بس اسم خشب هو بس مو خشب. اوكي. زين ليش مهم انه احط جلد طبيعي؟ شنو الفرق اذا حطيت جلد صناعي وجلد طبيعي؟ جلد طبيعي في كواليتي مال هو بالحراره وما يصير هار بالشمس. داخل الكويت جو هار نار. اي والله. انت وقف سياره بالشمس ما يقدر اقعد. صناعي طبيعي لا بارد طبيعي ما يمسك حراره يعني. ما يمسك حراره. حتى انت صناعي. تعرق. اذا هذا- انا اعرف لان سيارتي ليش حطيت الكفرات ايه. جلدها صناعي. تعرق تقعد بالكرسي بالصيف هذا مال تعرق. هو في فرق. واذا طبيعي فرق. ابرد يكون. ابرد. حلو. طيب هذا أول السؤال مرة. الحين لو فيه المقاعد هذه يكون فيه تبريد فيه تسخين فيه إيه. ما يضر ما ياثر. هو تحت موجود بالكشن بالجلد، مو جلد عادي يشيل. اي بس في وصلات كهرباء وما كهرباء ما يشيل عادي ما في فرق. انك انت تفك أنا المقعده فوق- كامله فوق جلد من فوق وكهرباء جهاز تحت موجود بالسبنج. بس تفصل وبس. ايه بس إذا بس أنا عرفت إن حتى المقعد نفسه إذا السفنج ماله مثلا الكشن مو مريح بالسيارة إيه. تقدر تحط سفنج يقدر ثاني. يضبط. إيه. صدق والله انا عشان- عندي مشكله بسيارتي تقدر تسوي. يقدر عادي. هذا أنت عاد كشناتك راح سيء. اسوي بعد الحلقه. هذا كشنات أنا سيارته والله أحتاج سيء. انا والله ظهري يعورني. أنا الحمد لله أنا وانيتي يعني مريح. زين اللي صراحة. عندهم رانجلر اللي يطالعونا كلهم عندهم رانجلر ولا جيب تويوتا الربع ولا هذا أوه. ترى الحل موجود. ها هذيل بجرب كشنات. قبلكم. انا بجرب قبلكم يعني أنت إن ما شاء أنت الله. مغير الجلد وكذي أنت بس خليه مريح ها. ايه بس بتحشيه يعني سفنج. والله انا اللي لا أحتاج. بغير الجلد خلاص مره ما ابي بيج. انا أوكي. بيج سياره أوكي. صفراء داخل بيج. لا انا احتاج لاني انا اسوق كثير 6 ساعات 7 ساعات إيه. اسافر كثير فاحتاج مكان ارتاح وانا جالس فيه ما امسك خط 7 ساعات وان والله شاء الله نهايه الشهر. نهاية الشهر مع الراتب إن شاء الله. كلنا مرتاحين. ها كلنا نقعد بالسيارة ما نبي ننزل نروح البيت. زين في ناس يقول لك والله شو الفرق؟ انا اروح محل داخل شوي رخيص مثلا مواد ارخص ماكو فرق إيه. وكذي. بس انت قلت لي مره الخيط حتى الخيط في له ستاندرد عالمي. ايه ستاندر في شيء. شنو الفرق؟ في خيط الماني ايطالي، في خيط عادي صيني يجي ماكو فرق. غير يأثر لون على بسرعة. الإيرباج؟ ايه ياثر على الايرباج يعني تخيلوا يعني. مو بعد اثر انت خيط بالكشن بالشمس غير لون ماله. أوكي. ايه كان عندي انت دائما سيارة- شوف كش مال سياره لون خيط شنو اسود وترى ابيض تبين. انا كان عندي غير احمر من صار شمس وردي. الرانجلر مال عمران يوم واحد بالشمس والله صار وردي من هذا احمر اللي لوردي. هذا اللي يدور رخيص.
والله زين. شارك شنات غاليه بس ابو للاسف. عادل هذا الخيوط او الخيط اللي تستخدمونه هو نفس الخيط اللي نشوفه عند خياطين مالوت ملابس وكذي؟ لا غير ولا هذا الخيط غير؟ لان مال انا اشوف سيارات بكرات. غير. مال ملابس غير، مال سيارات غير خيط. حلو اوكي. أي فرق. عليه في جلد طبيعي، إيه. مال سيارات غير، مال قنوات غير. مال قنفات غير. غير، اوكي. فرق. في داخل طياره جلد طبيعي غير. والله مو مال سيارات. تصدق انا كل عبالي انه نفس البكره ونفس الخيوط، لا بس لا. سميك شويه ضعيف شويه، بس هذا عبالي. شوف انت ما قاعد أقتدر داخل والله. طياره في جلد كراسي مال هو ايه. غير جلد، ما يصير هريق ولا شيء. مو مال سيارات. هذا اغلى شيء جلد مال طياره. ابو عادل مال سويت طيارات. طياره؟ خيط مال هو غير. اوكي اوكي. إيه. ابو عادل في مره سويت طياره؟ ها في مرة سويت سويت؟ واحد مره. قلت والله انا متوقع والله. والله خبره ما شاء الله. اي سنه كم اي سنه هالكلام؟ سنه ممكن 95 كذي. بالكويت؟ ايه بالكويت. طياره في شركه كامله؟ في شركه خاص بالاحمدي، هو جيب كراسي الوطنيه؟ تقويم وطني. كرسي بيج كان لونه صح؟ ايه اوكي. طب عندي سؤال. هو جيب جلد، هو انا جيب خيط. شفتهم مغيرين الكراسي قلت منهم مسويهم تنجيد؟ طلع أبو هو عادل. جيب جلد خيط مال هو جيب لون ازرق وبيج، لونين سويت. سؤال سوي بحكم انت طيارة. خبرتك ما شاء الله تبارك الله من الستينات وانت شغال في إيه. موضوع التنجيد، ايش تفضل الجلود لما تكون مقاعد جلد ولا قماش؟ الاكثر طلب وانت ايش تشوف ايش الافضل؟ الحين اكثر شيء طلب جلد. مع انه يا اخي حراره زياده مشكله. وجلد شنو في يستفيد نفرات، يقدر غسيل ما غسيل، مخمل كماش صعب. يصير إيه، وسخ صح. ما يقدر بالتنظيف. بقاصر، ماكو هذا الحين بالكويت صار الحين تقريبا 6-7 سنه كله جلد. طب الغسيل ما ياثر ما يخرب الجلد؟ لا ما يخرب جلد، طبيعي في خرب جلد غسيل. طبيعي يخرب. طبيعي خرب. اوكي. في يصير مواد ينشف. معينه حق الطبيعي يعني ما يستخدم ما في مواد ولا شيء، ولا كل ما بالماء. تنظيف مو لازم خلاص؟ غسل، بس تنظيف عادي إيه. بالفوطه بس خلاص بس كافي. إيه. قلت ماي صار خلاص ماكو فائده. اذا ماي خفيف عادي ممكن عادي. صح؟ بس انه بس ماي ما ثقيل. يكون زياده خلاص. في محطات غسيل اللي يحط لك ماي يصير وصابون. خراب هذا. إيه. ايه انت دائما تشوف سيارات تصير كوشنات ناشف حديد كنا طابوك انت قاعد هذا يصير خراب جلد. زين في صح. ايش رايك بمحلات يحط نانو سيراميك على الجلد؟ والله يا اسالها هذا غلط ها؟ بوقتها مني والله. صح هذا ولا غلط؟ هذا ما مو مشان الكويت، هذا مشان جو بارد المانيا لندن هنا ماكو يعني كلام فاضي. كلام فاضي هنا. ياما نصحنا ياما قلنا. زين انت الحين سويت طياره، سويت سياره، سويت يخت طراد، سويت جخت ايه. قطار، سويت قطار؟ لا باجي قطار ويمكن قطار ما باخره. يجي. سويت باخره؟ ما سويت. ان شاء الله تسوي قطار وباخره. زين ابو عادل، انا بعد سمعت حتى الحزام، ايه الخيوط مالت الحزام وهذا، في ناس حتى يبي يغير حزامه يخلي لون ثاني يروح إيه. يركب شيء رخيص. وقلت لي معلومه. في ناس سوي يودي محلة عادي وشنو قص أيوة. خيط بالايد ما أيوة. في سيفتي، لازم يشيل من قاعده مال هو فوق برا بعدين يركب هذا نفس غلط. الاصلي. أيه. زين. هذا مو سيفتي انت خليه، هذا ممكن رخيص. بالحادث يعني إيه، هذا الحزام ينقص. يفلت إيه. يا ساتر. حتى هذا في ستاندرد يعني، في أي. ستاندرد حق الخيط يعني ليش الناس لازم تخيط. فوق بكره مال هو اخذ يوم كامل، إيه. عدد ساعتين خلص. في شغلات يعني قص ما الأصل. تطري ببالك أي. ان والله ان الخيط لازم عشان الارباق يكون معتمد. بالذات الفنيات هذه صعبه يعني. بالذات ولا- الحزام حاط لك يعني حزام لون احمر مستانس إيه. أنت. او حتى اذا لما سويتوا مثلا الطبلون او داخليه إيه. في تطريز على في الطبلون تطريز بالطبلون يجي مشان ايرباك فجر عشان الارباق. ايه لازم. هذه هم تفرق لها إيه. يعني ستاندرد إيه، معين في لازم فرق. يسوونه. ايوه خياطه الخيط نفسه له معايير. وانا لا، أنا عبالي- أقول وانا الحزام- عبالي البكره مالت الملابس نفس ما ماخذها من لا، لا. ماخذها من باركيه ها؟ والله ما ادري والله صدق ما نعرف شيء. شوف مسوي تنجيد سوي كل شيء، بس موضوع الحزام لا حد تهاون فيه ابدا اكيد هذه جدا، لانه حزام تركب شيء رخيص ايه تضر نفسك ولا استفدت شيء ولا مجرد شكل بس. عادي يذبحك باكر. تسوي حادث يذبحك. حزامك مو سيف. يبي يذبحك. عادي يذبحك. دير بالك. زين ابو عادل، خل نروح شويه ورا ايه لين الكورونا. زين ابي اسولف عن الكورونا. انا صدمتك بالسؤال صح؟ انا ما قلت لك قبل التصوير انه بكلمك على الكورونا، بس بالكورونا في خبر يعني كان خبر سيء بصراحه، كان صعقه لما محلك القديم اللي بشرق ايه احترق كله. ايوه قول لنا شنو صار وشلون يالك الاتصال، شلون عرفت، شنو سويت بعدين؟ والله انا نايم كان الساعه 2 يجيب تليفون مال عمال في هريق 2 بالليل. ايه 2 بالليل، كان شورت مكيف من فوق ما يعرف، بس يجي يشوف النار خلاص
شبت كلها. وفي جلود يجي في وخامات. مطافي يجي كان يشوف موجود، بس كان الشطر كله كهرباء من خلف محل في شطر عادي فكيته طلعت السيارة تقريبا 20 سيارة طلع برا. اوكي زين. في 20 سياره طلعتها. باقي سيارة في فراري، في سيارات وايد ممكن 7 8 سيارات خلاص يا ساتر كله احترقوا. كله شنو تذكر شنو السيارات اللي احترقوا؟ تو قلت فراري وبعد في شنو؟ فايبر انا كنت وياه جايبها. لا إله انا إلا كنت الله، جايبها وياه. فراري وفايبر هذول فايبر، صدق. داخليات سيارات بعد. في داخليات. نيسان سفاري، في وايد، في كراسي مال سيارات كله راح شاشات انا 6 موضوع. انا 6 لا هوندا إله انا إلا 6. الله اوف إيه. داخليات السيارات اللي عندي اليوكن مالت الرانجلر اليوكن الوانيت اي اذكرهم هذول كلهم بعد. كله سوالف يقول خلاص احسان ما يقدر، انا اقول لا ابي اسوي اقعد داخل الكويت ما يبي. ما شاء الله صح. هو المبنى راح يعني في ناس ما يتوقع. قالوا لك خلاص خلاص هذه النهايه. نهايه. اي بس انا اقول لا لازم يفتح شريك نفس الشيء افتح واكمل. كمل لازم. ابو عادل ما عنده نهايه. ما شاء الله عليك. ما في والله شيء انا اسمه اتوقع نهاية. انا لو مكانك لو فانكوش يحترق اتوقع ما نكمل خلاص بس. لا لانه وفي فايبر وفراري شوف. يقول لك وما شنو. دفعت فلوس انا كل يوم روح فجر عقاد من الساعه 8 فلوس دخل جيب شنو نفر يجي كم فلوس تفضل. اهل سيارات وكذي كله دفع فلوس كلهم سدت لهم. كله سدت ما يروح محكمه ولا مقفر كله ودي اي خلاص. كله دفعت فلوس انا. ما شاء الله الله يعوضك ان الحمد شاء الله. لله، آمين. دبلات اللي اللهم اعطيتهم آمين. بصراحه اللي سويتها مع الناس يعني شيء ما- هذا درس في الاصرار ترى والله. انه إيه. مو هو الوحيد، في ناس كثير يمكن مروا بنفس المرحله وبالذات فتره الازمه. لكن هو كانت دبل، يعني مو بس مجرد انه توقف البزنس، لا توقف البزنس وانحرق المكان، وفوق هذا كله اصر انه يرجع. اقول له شكرا. الواحد لما يتعرض لاي موقف ويخسر تجارته ولا يخسر اي شيء لا يعني نهايه المطاف، لانه انا اعرف ناس شخصيا فعلا يعني خسروا كل شيء وما شاء الله تبارك الله قاعد يحاولون يقفوا على رجولهم. ما شاء الله هو احترق وطور سوى تطوير. وطور. بس ترى مو بس السيارات غاليه. سولف شوي عن الاجهزه اللي راحت. المكاين في وكذي. مكاين تقريبا نص مليون دينار كان مكاين بس. لا إله الجزاء إلا كان في بس المكاين. عندك رقم تقريبي كم خسارتك بالحريجه كلها؟ تقريبا 2 مليون دينار. يا ساتر احي والله شايده. انا وراني الاجهزه قبل. والله شايد. انت لما تشوف تطريز نفس الكرسي اللي هناك دايموند وهذا في محلات يسوي يدوي قاعد يسوي يرسم يدوي. بس لا هو يحط الديزاين بالكمبيوتر نفس الشروك اللي مسوينا. سوينا ديزاين وعنده جهاز هو يسوي الديزاين يخلصه. بس هذا الجهاز كان قيمته يمكن 30,000 دينار شيء كذا صح؟ ايوه. شفت الفتحات اللي بالكراسي هذه؟ الفتحات ملوت التهويه وكذا القضوض. اي هذا الجهاز كم سعره اللي يسوي الفتحات هذه؟ هذا كان تقريبا 100,000 دينار. 100,000 دينار سعر الجهاز هذا تخيل. بس عشان يسوي فتحات. بس عشان الابره تدش وتسوي. الابره غاليه بعد صح؟ ابره غاليه يجي من المانيا يجي ابره بعد. 100,000. كم سعر الابره؟ ما تدري كم سعره؟ وكبي تقريبا 1000 ابره يجي ممكن 500 600 دينار لازم تجيب. هذا كل ايش كثر تبدله؟ بدل تقريبا 3 شهر 4 شهر. يعني في تفاصيل احنا ما نعرفها. يعني احنا نشوف سعر غالي هذا رخيص هذا الابر تتبدل الجهاز يبدا 100,000 دينار والله تفاصيل. شيء بصراحه الحين فهمت ليش لما الواحد يجيب سيارته يقول والله وديتها حق حسام بس والله غالي ما قدرت عليه. ليش كم؟ والله قال لي كلفني مثلا 1000 دينار مثلا داخليه ولا شيء. اطالع شيء اقول له والله ما ادري انا ليش هالاسعار هذه. اليوم انا قاعد اتعلم صدق قاعد اعرف انه كل شيء مكلف لما تبي شيء يطلع بجوده لك العمر على قولتهم شيء يعمر معاك. شفت سياره خالد اخوي اليوكن؟ اي شفتها قبل شوي صح قبل التصوير شفتها. اي هذه كانت مخماله. اي اليوكن شلون لو مو قايل لك انه ورب الكعبه انه وكاله والله العظيم كان حلفت 3 مرات انه وكاله ما يبين نهائيا انه منجم. غير عند بعد لان انا شايف اليوكن بالوكاله جلده وتطريزه واللون بالضبط شلون صاير. هو قال له ابي بالضبط نفس الوكاله. انا ادري سوى له بالضبط نفس الوكاله. والله شكرا. يعني انا ودي تجي السعوديه عندنا وتشوف الغرابي هناك عادي. ممكن يركب لك مقاعد برابس على المكسيمه عادي. يحط لك شوف شعار. هذه اذواق هذه بس. لا والله مو اذواق هذا معليش ما ودي اقول شيء. هذا مو ذوق هذا معليش. زين ما عليه. انا لاحظت قبل الاسعار اغلى عندك اتوقع كانت اغلى الاسعار بعدين صار السعر اقل. شنو صار المواد اقل سعرهم ولا بالكورونا صار الغراز وايد صار غالي. بعد كورونا شوي نزل عليه شوي.
يعني قبل كل الناس يقول لي لا انا اروح عند حسان غالي حيل، بعدين اشوف ناس مسوين عندك كذي الاسعار والله عاديه زينه يعني. حتى انا شفت لائحه الاسعار وقلت لي انت على اسعار مثلا تنجيد الكشنات بس من داخل، وهذا مثلا حق يوكن، وهذا اسعار بصراحه انا اشوفها جدا 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 مناسبه والله. لا هي دعايه ولا شيء. اقول السعر كم سويت انت اليوكن؟ نفس السعر الاول اللي حاطه هنا اقول 450 دينار. يعني تخيل يوكن مسوي كامل 450 كشناته كلها انت تتكلم 3 صفوف كامله، نفس الوكاله، نفس الجلد ونفس الفينش، مو تغيير لون، نفس اللون، نفس كراسي كامل كراسي، نفس جوده الوكاله. نهايه الشهر بجيك ان شاء الله. يجي راتب انا يجي على طول ما في فلوس يجي انا. نفس جوده المصنع مو احسن يعني، هو عنده افضل، عنده طبيعي، عنده كذي، بس هو اخوي طلب منه نفس اللي جاي عليه، مو شيء افضل يعني. في اغلى، في عنده طبيعي، عنده من شنو الطبيعي، عنده انواع. الطبيعي كم كفايه اذا سوى نفس الوكاله كفايه. طبيعي في 3-4 نوع، الماني، ايطالي، كله في انجليزي. في وراني مخزن فوق. كنت قاعد اساله عن سيارتي لانه والله احترت ما اختار ما شاء الله يعني. خامات، انواع من المخمل، انواع من الجلد يعني. ان شاء الله بعد سنه ان شاء الله خلقه ثانيه اشوف انت بازار معرض كله ظبط. الطبيعي في منه صيني ولا ما في؟ الجلود الصينيه في منها طبيعي ولا كله صناعي؟ في بالصين بس انا ما اجيب صيني، ما مو كواليتي، بس في طبيعي. في صين داخل صيني، في امريكي غير صيني غير، فرق كواليتي. ايش افضل كواليتي؟ طبيعي من وين؟ من اي دولة؟ طبيعي من اي دوله؟ الامريكي، الالماني؟ الماني، ايطالي. الماني وايطالي. تعال على هالموضوع. ايه ايطالي والماني، الجوده مال السيارات الايطاليه من داخل. خلاص ثاني مره تاخذ مني سؤال. ايه نفس السؤال. ايطالي، فراري، لامبورجيني، شلون الجوده؟ ايه زين. مقارنه بالالماني منو احسن؟ مواد داخل اكيد الايطالي. ايطالي زين. شفت؟ هذا السؤال اللي كان عندي. ايه خلصت سؤالك. زين عندي سؤال ثاني. ابو عادل، انت ما شاء الله من يعني المحل اول ما فتحته متى قلت لي 65 65 مال الوالد مالنا، مال الوالد. إيه. كشنات شارع هلالي. شارع هلالي. اوكي. ايه بالديره. ايه بالديره. بعدين انت بعدين يجي مقابل الخليجيه شارع جسم هناك. مقابل الخليجيه. افتح محل هنا صغير، بعدين كبر محل شوي. ايه بعد داخل القلب ما بيكبر يسوي شركه يعني. اكيد. ايه عشان تبي. بعدين صار دوس ما شاء الله وايد. بعدين يجي منطقه صناعيه يفتح هنا شرق بشرقي. ايه. هذا اللي احترق. ايه. وبعدها بعد هذا يجي هنا فتحت هذا الجديد. انزين ما فكرت على كثر الضغط ما شاء الله اللي عليك انك تفتح افرع ثانيه بالكويت او برا الكويت؟ مثلا بالكويت عندك بشرق مره ثانيه، او بفيحيل صناعيه، او يعني كذا فرع يصير عندك، لانه ما شاء الله وايد ضغط عندك. ادري الناس ياخذون مواعيد عشان يجيبون سياراتهم. ما يقدر مسؤوليه وايد يصير. يصير زاك بعدين شغل ما يترك والدي. ما تحب تسلم مسؤوليه حق ناس؟ مكان واحد كبر اوكي، بس 3-4 مكان ما يقدر. انت تبي تشوف يعني قدامك. افتح في السعوديه وانا امسك المشروع، انا اخلي كواليتي كويس. انا مسؤول. اداره هنا لازم انا من صبح يجي الساعه 8 من ساعه. طبيعي لازم انت لازم شوف شغل صاحب بزنس. شنو فيز ما شاء الله. هذا من الستينات للحين انت على نفس الموال. نفس الموال. كل يوم من الصبح تجي وتجاب الشغل بنفسك ليه بالليل. نفس علي عمر صار 70 سنه انا. هذه رساله اللي يفتح مشروع يجاب له بنفسه. اي والله. انت خذ نفسي شغل مو خسران. صح. انت ما في دير بالك شغل خلاص. زباين استقبال زين، شغل مزبوط، كل شيء كواليتي زين، انت تصير اسم. كواليتي مو زين خلاص اسم انت شوي غالي بس مو مهم، بس كواليتي انت. جربت فتره صار لك ظرف، صار لك شيء ما كنت تقدر تيجي وشفت ان الشغل لا طاح شويه، كان محتاج ان انت لازم تيجي؟ دائما انا محتاج، انا ما اقدر اسافر اطلع من الكويت تصدق. كله قاعد هنا، كله قاعد هنا. اجازه زين ما تاخذ اجازه؟ ما في اجازه. ما شاء الله عليه. مشكله قاعد يحمسني حيل بالبزنس والله. انا والله هذا يعطيني دافع من الشغل ده القلب مالنا ابي، مو مشان فلوس، عشان تحب الشغل. انا احب الشغل ما شاء الله. والله انت اللي داخل قلب والله. اي والله. والله العظيم اقسم بالله شكرا. كهرباء اعرف، كراسي كهرباء، سنتر لو، فتحه صلى، كله انا اشتغل بالايد. كان اول ستايل مرسيدس كله انا اجيب من المانيا. ما شاء الله ما شاء الله. ستايل كهرباء ركب انا، بس الحين بس اداره. اداره خلاص. عاد عندي سياره لهل، خذينا الفئه اللي ما فيها الستاره اللي تطلع من الباب. تقدر تسويها؟ الحين ما يشتغل هذول خلاص، ما قدرت تشتغل فيها. لا
كثافه. كنا نبي نجيب له سياره عشان نشتغل عليها. عليهن سيارات فرق كله كمبيوترايز، لازم برنامج مال هو كراسي. هذه المشكله، تكنولوجيا كبير مو عادي. اي الحين لازم ده السيستم يجي. الحين لما تيك سياره جديده كل شيء برمجه، كمبيوترات، ارباقات، انت تبرمجها؟ موجود كمبيوتر عندنا. انت تبرمج كل سياره؟ لازم فوق كراسي يصير علامه ايرباج يجي لازم تطفي كل عشان سياره. كذا انا قاعد اقول اذا انت بتغير، انت تسوي تنجيد على السيارات الجديده، ايه التكنولوجيا اللي موجوده، ارباقات، السيستم بيتغير معك، ما هو صعب ما يخرب. ما يخرب. لازم فوق كراسي يسوي برنامج مره ثانيه. لازم اي سياره يشيل كراسي يجي علامه ايرباج. ايوه ايه لما بس تفصل شيء الفيشه يعني فيشه شيل بالكراسي يجي علامه ايرباج. حتى لو تركبه مضبوط 100% هم في علامه لازم برمجه. لازم برنامج. بس سيارات الماني، بس سياره جاباني ما في برنامج عادي. ايه. ما واجهت مشاكل وانت تغير في جاباني امريكي ما في علامه ايرباج، ما بس في صح؟ الماني ايطالي شب على طول. وتبرمجها عندك انت ولا لازم يرجع الوكاله؟ لا انا اسوي برنامج. انت زين والله. اي هني اغير كل شيء، كيشن، السقف، الطبلون، غيرت السقف أنا بالمني قبل، كان رمادي والسياره مداخل اسود بتنرفز، سويتها سويتها اسود. اي صبغ الديكور، خلينا نتكلم عن صبغ الديكور. اي صبغ الديكور وايد ناس يخافون انه يتقشر، في فرق بين كواليتي الصبغ بعد طريقه الصبغ. ايه طريقه الصبغ في فرق. لان انا جربت عنده سيارتين وما تقشر، وفي ناس اشوفهم يعني مثلا مغير لون سيارته من داخل تشوف انه يتقشر، ففي فرق. صبغ بلاستيك في فرق، لازم فرن موجود، لازم في صبغ مال هو خاص، في اساس قبل شيء ينحط صح؟ في كيميكال مال هو. اول كان صبغ عادي بالرش مو زين ماكو فايده عشان كذي يتقشر. ايه. زين بالفرن ما تخاف ان الديكور مثلا يمكن ينكسر ولا شيء يجي من الحراره ولا؟ لا ما يصير شيء. وبعدين فوقه اساس وبعدين ينصبغ يعني نفس بدي السياره. اي سياره انتيك يجي بفوق ديكورات مال هو. ليش انا اقول سياره قديم احسن من جديد؟ كواليتي مال البلاستيك اقوى مال هو صح. جديد لا بس امسك كذي يكسر. خذيناها اصلا تسمع صوت خذيناها ان كواليتي القديم احسن من الجديد، من واحد عاشر القديم والجديد. يعني هذا ما تقدر تقول له شيء. ابو عادل عاشر القديم والجديد وعاشرهم بدينه وهو يفك ويركب وواضح سبحان الله اصلا من نظره تعرف انه القديم اصلا. احنا واضح من نظره وواضح من الاحساس، بس هو لا عمليا يعني جرب القديم من الستينات والسبعينات والثمانينات وجرب الحين الجديد. وش الحل؟ كواليتي. اذا شفت سياره داخل انت قاعد تسوي شفرليه قديم تسوي هارد توب الجلد هذا، شنو النوع الجلد هذا اللي يتحمل الحراره والشمس مال الهارد توب يجي جلد خاص يجي مو مال السيارات، مو مال داخليه. لا مو داخلي بعد جلد خاص بعد عندك يا انت. طبيعي صناعي؟ لا صناعي. ومال مصنعي طبيعي ولا الامريكي يجي هارد توب. سيارات المانيا يجي كشف. كشف قماش غير، هذا واتر بروف، هذا غير. بس الهارد توب من المصنع صناعي مو طبيعي صح؟ ايه مو طبيعي. بس كان يتحمل يعني سيارات قبل. ايه. تشوف سياره 20 سنه جلد ما تغير عنابي مثلا عنابي. اي زين تقدر تغير الكشف هذا. يسوي غير كشف قماش كل سياره تغير لونه. يعني انا مثلا شريت مرسيدس اللي تي كشف عنابي، ابي يصير كشف ابيض مثلا اسود يصير اسود تغير لي عاد كلهم موجود. شوف عنده سياره اصلا ما هي كشف، قاص هذا ديفندر، قاص الديفندر ومركب لها جهاز بحيث يخليها كشف. تونا شفنا سياره الكشف مالها كهرباء. الديفندر هذا مو هذا مو اصلي. انت مسوي؟ لا هذا هو سوي حديد، انا بس قماش غير بس الموتور موتور هو ركب موتور بعد. مال الزبون يعني هو مسويها. يعني بس مو عملي اصلي غير. بس شكل هذا بس حرام والله ديفندر. اذا احنا سولفنا عن الجلد الطبيعي انه في درجات، الصناعي في منه درجات بعد؟ في درجات، في رخيص في غالي، في صيني في هندي رخيص، في 200 دينار افضل الماني ايطالي. بس حتى بالصناعي ايه هم الايطالي والايطالي الماني. عشان كذا لما كنا نتكلم حتى عن السيارات والستاندر عقد مواصفات المقاييس الاوروبيه تفرق ومعروفه من زمان، مو بس في الجلود، في كل شيء. اطلع حد الحين حتى في الجلود الايطالي الالماني. ايطاليا رقم واحد اكيد صح. شكرا يا شيخ. خلاص يبغى ايطاليا احسن. يبغى انت ايطالي ولا شنو؟ ايش موضوعك؟ ما ادري. بس قبل مرسيدس قديم، بي ام دبليو قديم، سيارات قديمه الجلد
من داخل وايد زين. تشم فيه ريحه غريبه. إيه، ريحه أيوة. الجلد هذه أيوة. هذه الريحه صدق من مالت الجلد. يقول لك صح. ريحه الوكاله. ما في بس الحين. الحين ما تطلع هالريحه من اللي ما السيارات. في جلد طبيعي قليل سيارات. انت فكر هو جلد طبيعي داخل سياره؟ لا، اكثر شيء سيارات صناعي جلد بالوسط طبيعي. يعني السياره صيني كلها صناعي، كلها مايكرو فايبر نفس هذا، مو طبيعي. حلو. ما في ريحه. هذا اللي يزعل. اذا في رحت سيارات غاليه الحين موجوده، سيارات غاليه جلدها مو طبيعي. ها ايه انت ماخذ على بالك كشخه. والله احترق قلبي الحين قاعد ويقول افكر بسيارات وايد ببالي. انت تقول له ليش غاليه السياره؟ يقول لك كواليتي، بس الجلد مو طبيعي. وين الكواليتي زين؟ شنو عجيب. الكواليتي؟ عجيب والله، عجيب هالشغله. انزين الحين السيارات الصينيه انت انا بكثر غشيم، هو بين كنا طبيعي بس مو طبيعي، شكله كنا طبيعي. شكل كنا طبيعي. طيب انا عندي سؤال الحين، انت اعطيتني هذه قلت لي وين الطبيعي وين الصناعي. أيه. قلت لك هذا صناعي هذا طبيعي، طلع اثنين طبيعي. طبيعي هذا صناعي موجود. هذا صناعي كان. بس طيب انا كيف افرق بينها؟ في بعض الصناعي يجيك شكله كانه طبيعي فعلا. إيه بس انت جيس بالامسك بالايد شوف صناعي بين فرق تحت قماش بين. هذا اللي تحت. ايوه وشوف هناك هذا شوف كيف. اي بس هذا هو هنا. داخل وكاله بس شوف سياره شنو إيه يعني؟ كيف؟ هذا سياره يمسك. ما بالإيد. انت شوف، انت قلت قبل شويه انه صيني تشوف شكل وتمسك كانه طبيعي أيه. ومو طبيعي. انا ما افهم في الجلود، كيف اعرف الطبيعي من هل في شيء معين ممكن انا هو طبيعي يقل اشتغل هو عارف هذا طبيعي او صناعي. يعني انت ما يعني راح الناس يعني ما شاري يقدر. السياره ما يعرف اذا حطها بالشمس اذا صارت وايد شمس حاره بين. هذا اعطيتك تكنيك. طيب صح. شريتها في الشتاء انتظر لين الصيف يجي. انطر للصيف. لا حول. لا جيب لا هذول مالت الدواجن اللي تحطها على والله لا عشان بالشمس تعطي حرارة. يبين. انزين في ناس يركبون عوازل عشان الصوت، صوت الشارع إيه. وكذي. تسويها بعد؟ يسوي بعد هذا. مكلف هذا. في منه انواع بعد ولا؟ في يجي صيني في يجي امريكي. يفرق إيه، فرق وايد. شوي. حتى شوف الحراره بسيط. ولا بس صوت؟ في صوت في يجي فرق. حتى الصوت فيه فرق. بس حراره اساسا لانه بعض السيارات تحس بحراره من تحت. إيه، في يجي قطن المحرك. لبات يجي مشان الحراره ما يجي فوق زياده. ينحط حتى بالبيبان لا بيبان بس صوت صوت. سقف وارضيه يجي مشان يعني اذا انا سيارتي وايد فيها صوت شارع، تسمع صوت إيه. شارع على طول، تحط يصير هدوء. كله بيبان وارضيه وسقف سير ما يطلع صوت. حلو. ما يطلع أنت صوت. عندك رانجلر صوت. يعني ياخذ اصوات. لا الرانجلر ما ينفع. الرانجلر ما ينفع. ما بسبب المذاهب، لو كنت تسوي تطلع. عزل هنا يطلع صوت من هنا ماكو فايده. ماكو فايده. بس والله يعني ممكن تجيب سياره تسوي كشتاتها مريحه عزل انا تقعد ركبت مرتاح. رانجلر بعد مو سقف يجي بلاستيك ايه ركبت عازل صوت. عزل صوت يفرق. إيه، والله؟ فرق. لبست شمه فوق يطلع زين حلو. شوف انا شفت حركه، شوف لما تفتح الباب حق السياره يركبون زي الجلده كذا عشان تقفل الباب عشان هواء ما يدخل داخل السياره الباب. هذا ربع عادي هذا ماكو فايده. ماكو فايده. ما في خرب فايدة، ميزان صح؟ الباب. هذا خرب ميزان مال الباب خرب. صح ميزان الباب. انا اللي جربته يخرب ميزان الباب. لا هذا ماكو فايده. لا طايح بالغلطه هذه من قبل. مسويها قبل واخترب ميزان الباب صار البيبان شي من فوق. والله شوف انا شفت يعني معليش بذكر السياره بس لازم اقول شفت واحد شاري كامري تويوتا ايه ومركب لها عزل كامل ارضي وعزل كامل فوق. كويس ولا مو كويس ولا؟ كويس. هو صوت في سيارات على هنا يجي بدي مال هو خفيف طلع صوت وايد سيارات. كل السيارات. ايوه مشان هذا في ناس ما يحب الا بعازل عارف عازل صوت وحراره في فرق. بس في ناس يقول مشي عادي سيارات بس اكثر شيء سيارات اللي هن تويوتا ابو شنب يجي كله صوت سيارات ما يقدر يسوق سياره انت. إيه، هذا إزعاج، وايد صح؟ يركبونها ايوه عازل. وايد كله يجي يركب عازل لازم. حتى الجيب التويوتا اللي نفس المشنب النص والربع يعني السلنج نص هذا. وربع كله صوت كله يجي حتى يركب المكيف عازل. ما يلحق لازم ما يركب يلازم. عوازل حراره. كراسي ماله هو مو مريحه بعد في أنت ناس يجي تسويها، يركب ها؟ سبنج ايه. يا اخي هذا الجيب حلو ترى بس انه صوت وكان عند اخوي الربع لا كشنه هذاك مستحيل. هذاك كشن كنا كشن المدرسه مال يوم كنا ايوه صغار. ايوه خشب والله يعور ظهر صدق قعدته. ضبط عندك. لا خلاص باع. خذت يا رقص. قال حق الكشنات كلها عندي احسن كشن صدق عاد هذاك. المهم زين في داخل السيارات ابو عادل شوف كربون فايبر إيه. او خشب او شيء كذي
الخشب هذا صناعي ولا طبيعي؟ كله صناعي عادي. كله صناعي. كله صناعي ما في. زين سياره موديل التسعينات مثلا 98 99 غالبا مرسيدس قبل إيه. احنا نشوف حاب السياره، انا عندي سياره بالبيت بس الخشب مالها خلاص بلش يتبطط شوي، بلش مكسور ما ممكن ببدل هذا الخشب وابي نفس الوكاله. يصير عادي. حتى عندك يعني تسوي عادي؟ لحظة. كله حتى السكان مثلا كل شيء يصير رجع نفسه يصير. حتى السيارات والله يبي القديمه يجدد سياره يعني حتى أمر السيارات رهيب. القديمه الخشب صناعي مو طبيعي. لا طبيعي خشب بس تزبط يقدر يسوي يعني جدد. نفسه. يعني مرسيدس أنا عندي روز سيارة- رايز اي شيء سياره يقدر يزبط. انت عندك سياره قديمه الخشب مكسور، شنو احسن؟ خشب مكسور ولا يسوي لك نفسه؟ لا يلا. خشب مكسور. خشب مكسور خلاص خليك ان شاء الله ما- يدشوك باصابعك يقطع ايدينك. لا بس اذا عندي مثلا مثل الخشب بس إيه. كاربون فايبر. ايوه كاربون فايبر الحين اللي احنا نشوفه بالسيارات داخل سيارات، هذا كاربون فايبر يكون يعني اصلي قبل فتره ولا اصلي يجي يشوف سيارات مغطس بورشات شيء ولا شنو؟ بورشات في سياره لامبورجيني فراري كله فالت من شمس جو حراره الكويت ما يتحمل أوكي. اصلي اوكي ما دايماً يتحمل كهرباء. الاصلي. اي ما دايماً لازم كسر. تحافظ عليها يعني حافظ اكثر شيء انت تشوف سيارات كلها فالت مكسور. والله مشكله يعني إيه. جلد اصلي. المشكله بالشمس جونا وايد حار يعني شو يسوي المصنع؟ انت يعني يعني اذا بتشتري سياره زي كذا لازم يكون عندك جراج بحيث انك انت سيارات غاليه الحين داخل الكويت فراري روز رايزات انت استعمل يومي ماكو فايده خراب. ما يصير قطع بالشمس يعني مو كامله يعني تروح مراجعات اوراق كلها بالطبلونه. ما تقدر يعني هذه تسويها بالكامري والمكسيمه بس. لا انا قاعد لازم اقول أدوس اشوي لك انا على ما طرف. أدري. احرق ما ترضى عليها بالخليج كله عرف ان عندي مكسيم. كل الناس والله. زين الحين لما تشتري بورش من الوكاله مثلا إيه. لما يعني تزيد اوبشن علامه البورش بالكرسي أيوة. ولا مني دفعك وايد يعني الاوبشن غالي. انت كم تسوي هذا يعني غالي؟ هو صدق غالي؟ لا مو غالي وايد هو شلون طريقته يعني كبسة بالحراره بالحراره يعني اذا انا بسوي لوجو قناتي كارتمايز يصير تسوي اي لوجو فيه موجود عندي هنا بس اذا سويت الرانجلر برابوس بسوي مع برابوس كله نسوي موجود. الرام شو نسوي فيه؟ عناب لازم حط نسوي له ثور. شيء. نحط ثور؟ حط ثور. ليش احسك تقصدني؟ في شيء وراك. لا او الرام. إيه. قبل شوي وراني بورش داخل كشناته نفس العنابي هذا تقريبا. قال لي صيد وين اللي انا معدله؟ كان في جزء من بالجلد؟ الكرسي ايه جزء معدله هو اوكي والله يعني الجوانب اللي هني او مغير مكان الظهر. معين. قال لي عاد انت صيد قاعد اطالع والله ما نفس اللون بالضبط ما تصيد تدري صدمني بمعلومه في المقاعد. اذا بتنزل من السياره يقول لك لا تنزل تزحف. هذه نزل- بديهيات نزلت- ترى. ها هذه بديهيات يعني ما كان يحتاج يقول لك الان حياتي كلها زحف. انت تنزل كذي يعني. إيه، انا حياتي كلها زاحف يركب كذي وينزل كذي يصعد كذي. لانه صدق يقول لك تاثر يعني مو معقوله بقعد اركب السياره نط وانزل انط لا. ليش تنشر طولك انت؟ على حسب شوف يعني انت لو سيارتي فراري والله ما راح انزل كذي يعني راح انزل شوي واطلع مثل العوادم. باقي ما جربت فراري. زين. تقول والله ما راح تقول مالك خلق اصلا. اترك عنك سالفه تركب وانزل وهذا. ابو عادل شيء ما له شغل بالتنجيد بس شنو سيارتك؟ انا مرسيدس مرسيدس؟ اي اي وحده؟ اي موديل؟ اي 2022 2022 اي اي فئه؟ جي ال الجيب اي ما شاء الله حلو. ليش خذيت مرسيدس؟ انا دائما مرسيدس بي ام كله هذا من عمر صار تقريبا 25 سنه كله سيارات سبورت خب فراري هذول ايش استعمل بورشات والحين مرسيدس. الحين مرسيدس في خلاص. ولد في بي مرسيدس في بورش عنده هو ايه ما شاء الله. زين يعني جوده المرسيدس شلونها؟ جودة زين مرسيدس نفس اول ولا اقل ولا اكثر؟ كواليتي مال داخل. كواليتي زين مرسيدس زين اي بس اقل من قبل؟ لا. اقل من القديم؟ أنت تبي ولا يقول احسن أقل؟ من القديم؟ لا ولا احسن من القديم؟ لا هو الحين فرق وايد بس قديم عادي كان تنجيد مال هو كل شيء بس الحين صاب كل الالكترونيك صار وايد مو نفس اول لا صار في تمدح تفاصيل. مرسيدس مال هو عشان زين سيارتك مال مرسيدس. بي ام ومرسيدس زين بس بي ام صار الحين جديد كله بلاستيك عادي مو عملي اوه أي. تصريح قديم خطير. لا قديم دائما احسن اشوف يعني. سيارات شباب هذول كله دائما اي كلام ترى سياره خلاص. زين شنو اكثر اقرب حق قلبك مرسيدس ولا بي ام دبليو؟ شنو احلى؟
شنو احلى؟ خلي الكواليتي داخليه سياره كامله يعني شنو اكثر تحب؟ بي ام انا دبليو ولا مرسيدس؟ استعملت كل السيارات بس على الحين جي ال بس مرسيدس خلاص. جي بس خلاص إيه. مرتاح على سياره مرتاح عليها يلا ايش زين بالايطالي نفس كرام قبل كان بورشات كلنا دائما تيربو هذا بورش كواليتي عاد حلو. بورش وايد ما في احد يقول لك البورش مو بس كواليتي. بورش لا، ما في. درجه اولى زين ما اتوقع قوي ها؟ هاي قوي. انا زين انا اشوف بالإيطالي. فراري معلش انا اسف المقاطعه بس شوف درجه اولى افضل شيء فراري هذا فراري عنصري هذا ابو عادل فراري مالك قال شغل لك اياها فيه. كذي كله فراري يقول. فراري كاهي فراري. فراي انا قاعد تعمدت ينجد هنا وما ادري عشان شنو صوت انا شاري واحد مره فراري كل أحمر. شيء. ما يقدر يسوق سياره انت بس نص لازم ساعة ازعاج بس لازم خلاص. انا احب الازعاج شوف شكل بس يعني ما بس شكل تصفطها يعني. حلوه شي نفس الحين وراك تصفطها طالعها تجيبها حق حسان تنجي تغيير داخليه بس مو سياره حق استعمال يعني مو بورش وايد يوميه أحسن. مو يوميه استعمل ها، شفت لا شلون؟ في بورش تقدر في تستعمل في يوميا. إيه. زين جوده بالايطالي بين لامبورجيني وفراري ومزاراتي مثلا شنو احسن؟ جوده ككواليتي. الماتيريال داخل ماتيريال ايه شنو اي واحد احسن؟ فراري ولا لامبورجيني ولا مزاراتي؟ نفس الشيء ماكو فرق هناك فرق ها؟ نفس ماكو فرق هذا لامبورجيني مزراتي والله زين اذا كلهم كذي زين ممتاز عندك بعد اسئله؟ انا بالنسبه لي والله اليوم والله احس لا. خذينا معلومات إيه خذيت يعني وايد اشياء انا ما كنت ادري عن الابر مالت المكاين ما كنت ادري عن المكاين نفسها ما كنت ادري اوكي الجلود كنت سامع ادري انه في صناعي وطبيعي بس النابا هذا توني اعرفه اليوم نابا طلع نابا بس كل وصفة. وكاله يسوقون نابا نابا إيه بس انا توقعتها نوع من انواع الجلود اللي هذا طبيعي طلع وصف نابا ان نابا يعني ساده بلين ما في شيء يعني والله جل ماكسيما عندي نابا الله تقدر تقول مشكور على وقتك يا ابو عادل ادري انك من الصبح على قولتك تشتغل وقاعدين بالليل وقاعدين فرصة نصور سعيدة إن شاء الله. الله يسلمك واحنا اسعد ومشكور على وقتك وعلى اجابتك على الاسئله وروحك الحلوه هذه والله اضافه انا عندي بعيد عن موضوع البزنس انا اقول شكرا يا ابو عادل انه ترى انت قصه اعلمها واقولها للناس كثير تاريخ. انه واحد تاريخ ما شاء الله كم سنه من عام من الستينات الى الان ايوه ولا يعني عقدهم طاح وصار مشكله واحترق الحمد لله. المكان وقام مره ثانيه شوف ما شاء الله تبارك الله احنا الحمد لله. في فرعك ما شاء الله تبارك الله شكرا لك مشكور ابو عادل ان انت وياي من البدايه أيوة. ساعدني بالبروجكت مالي والله سوى لي إياه ببلاش قيمته 1200 دينار الشغل سوى لي إياه ببلاش حتى لما حطيتها بالمعرض يوني وكالات قال لي احسان سوى لك إياه ببلاش ليش الشغل كان صح من كريم شو الى صح؟ مستحق والله ساعدني بالبدايات دعمني وحتى سياراتي اسويها عنده وما قصر وياي وشغله كله مضبوط وحلو عشان كذي احنا جينا اليوم نسوي وياك لقاء لان تاريخ في مجال التنجيد الله يعطيك العافيه مشكور حبيبي والله فيكم شكرا متابعينا الكرام ضيفوا قناه شارع الخليج لان البودكاست راح ينتقل تدريجيا الى قناه شارع الخليج الله يعطيكم العافيه